السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ام طارق. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حلوة كعب الغزال. هاد الكعيبات كما كتشوفوا كيجيو رائعين وغزال. اذا عجبتك الوصفه ما تنساش تخلي لي الدعم ديالك بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالك. شكرا بزاف. انا هنا غادي نحضر العجينه. كما كتشوف عندي هنا 250 غرام ديال الطحين، 60 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 2 معالق كبار ديال السكر كلاص و ماء الزهر باش نجمعوا العجينه. في البدايه بعدا كنمسوا ديك 3 ديال المقادير الاولى، السكر والزبده والدقيق، كنرملوهم، بعد كنضيفوا ماء الزهر شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه متماسكه. غادي نعجنوها شويه غير باش ديك الزبده كتجانس مزيان في العجينه، وغادي نلويوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح. من بعد من نوجدوا العجينه ديال اللوز. انا ديجا عامله الفيديو ديال عجينه اللوز، غادي تجبروه قبل من هذا الفيديو مباشره. غادي نلويها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها في النبيره. انا هنا طلقت العجينه ديالي على رقم 5، موراها كنطلقها على رقم 2، ولكن الرقم راه حسب كل ماكينه. كنحط عليها الاصبع ديال عجينه اللوز. انا كنعمل كل صبيع فيه 20 غرام ديال عجينه اللوز باش كيكونوا عندي مقادين. هاد الكميه كتخرج لي من 42 حتى 45 حبه. كنشكلوا على الطريقه المعتاده ديالنا. نشكلوا وحده اخرى باش تشوفوا المراحل.
هنا غادي نقشها. تقدروا تستغنوا على انكم تنقشوها كامله، نقشوها غير من الحاشيه، ولكن انا بغيت نقشها كامله. كما العاده نقشوها على شكل زيكزاك. هنا بعد ما ساليتهم غادي نخليهم ليله كامله يرتاحوا حتى غدا الصباح ان شاء الله، وغادي نطيبهم على درجه حراره 170 ل 10. هنا لا غدا في الصباح قبل ما غادي ندخلهم للفران غادي نشبر واحد الليبره تكون عندي معقمه ولا تكون جديده، وغادي نشوفهم من الطهر كاملين كما كتشوفوا هما كيقصاحوا. الفران عندي كما قلت لكم سخون على درجه حراره 170 لمده 10 ديال الدقائق. هنا بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا ما خليهمش يتحمروا بزاف، 10 دقائق كافيه. كنتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه وتجربوها، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى لهذا العيد الكريم.